انا عارف ان لو قلت لك تعالى نعمل مشروع مربى هتقول لي ايه يا عم ده يا عم مربى ايه؟ بس اللي انت ما تعرفوش ان في اتنين متجوزين عملوا منتج مربى. بس تفتكر لو عملوا مربى عادي كده زي اي مربى هينجحوا؟ لما تيجي نشوف ميشيل وبراين دول عملوا ايه في المربى عشان ينجحوا النجاح ده كله. اول حاجه عملوا منتج مختلف تماما عن كل المنافسين. عملوا مربى كربوهيدرات قليله، سكر قليل، بروتين كتير. مش بس كده، ده كمان فيها فيتامينات واوميجا 3 ومضادات اكسده وحاجات طبيه كتير كده، عكس كل المربى اللي موجوده في السوق. وده اللي خلاهم يحققوا ارباح نص مليون دولار في اول سنه بس. تاني حاجه، ما استنوش لحد ما كل حاجه تبقى كامله، بداوا بمنتج واحد بس طبقوا فيه فكرهم من قبل حتى ما يعملوا لوجو ولا موقع ولا اي حاجه. تالت حاجه، اتنفخوا في الاول وما كانش حد يعرفهم خالص وما كانش حد عايز ياخد المنتج منهم، بس هم ما استسلموش وفضلوا يحاولوا لحد ما الناس بدات تعرفهم ويكلموهم. رابع حاجه، ما فضلوش قاعدين مستنيين الفرصه لحد ما تجيلهم، قاموا هم وفكروا وطوروا. العبره يا حبيب عم رائد، خد قرار وابدا وورط نفسك، هتلاقي الدنيا بتاخدك وتوديك وهتنجح باذن الله. وتابعني لو عايز تاكل مربى بالبروتين يا واد.